بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الحامدين الذاكرين الشاكرين المسبحين، واقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا مولانا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. غنى لك النور يا مختار خفاقا، واستوطن النور من لقياك أحداقا، واستقبل القلب أفراح تطير به نحو السماء ضياءات وإشراقا، والروح تسمو إلى معراج سيدنا، أمست نجوم الفضا للقلب أشواقا. طر يا فؤادي إلى خير البقاع بها، خير البرية أعراقا وأخلاقا. صلى عليه الذي بالنور أرسله، أمست صلاتي على المختار ترياقا. صلوا على من لواء الحمد يحمله يوم القيامة تحقيقا وإشفاقا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه، عدد حروف القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألفا ألفا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد كل ذرة ألف ألف مرة، عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك في برك وبحرك وسائر خلقك، عدد ما أحاط به علمك القديم من الواجب والجائز والمستحيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه مثل ذلك. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونلتقي مع الجزء السابع من سورة الأنعام، الآية 60، الصفحة 135 على حسب نسخة الحرمين الشريفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. هذه الآية الكريمة وقفت عندها، قلت هذه الآية بمثابة تصفية حساب يومي، تصفية حساب شخصي، تصفية حساب قلبي، تصفية حساب روحاني، تصفية حساب قبل أن تسأل أمام الله تبارك وتعالى وتجيب، لكن الجواب لن يفيدك، لأنه كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، والعبد يشمل جميع المكلفين والمكلفات، رجل، امرأة، شاب، فتاة، حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن علمه ماذا عمل به، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمنا هذه الأسئلة مسبقا، كما أن أستاذك في الجامعة يعطيك الامتحان ويقول لك: ركز على هذه الأسئلة، فالامتحان سيأتي منها. ماذا يكون حالك حينما لا تسمع كلام أستاذك، مع أنه نصحك ووجهك ونبهك؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعطانا هذه الأسئلة لكي نجهز أنفسنا قبل أن نعرض على الله تبارك وتعالى، قبل أن نقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فأقول هذه الآية الله تبارك وتعالى يقول: وهو الذي يتوفاكم بالليل. إذن هناك وفاة، ويطلقون عليها بأنها هي الوفاة الصغرى، أي أنك حينما تهيئ نفسك لنومك فعليك أن تراجع نفسك. وخصوصا نحن نعيش مع أيام الصيام، نعيش مع أيام الروحانيات،
نعيش مع أيام المدد الإلهي والعطاء الرباني والسمو المحمدي. الصيام يجعل روحك تتصل أكثر وأكثر بالله عن غير الأيام الباقية أو الماضية. لماذا؟ لأن الصيام ينقي ويحذب النفوس ويحذب الروح قبل أن يرقى بالجسد. إذن عليك أن تراجع نفسك وأنت تهيئ نفسك للنوم. حينما تريد أن تنام تذكر بأنني من الممكن أن أنام فلا أصحو، وكم من أب وكم من والد وكم من أخ وكم من أخت وكم من زوج وكم من زوجة وكم من حبيب وكم من جار وكم من صديق وضع رأسه فلما أرادوا أن يوقظوه فإذا الروح فارقت جسده وطارت إلى ربها، وهو الذي يتوفاكم بالليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حديثا: إذا أويت إلى فراشك حاول أن تنام على وضوء، أن تنام على طهارة، وتقول: اللهم ألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة منك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ويكون آخر كلامك هذا الحديث الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: إن ضاقت عليك الدنيا فتذكر بأن الله هو مالك الملك والملكوت وصاحب العظمة والجبروت، سبحانه هو الحي الذي لا يموت، لا يستطيع أحد أن يأخذ من رزقك شيئا، لا يستطيع أحد أن يزيد في عمرك شيئا، لا يستطيع أحد أن يفعل بك شيئا إلا ما أراده الله تبارك وتعالى. فسلم أمرك لله، وسلم روحك لله، وسلم جسدك لله، وسلم ظهرك لله. اللهم ألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة منك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك هذا الذي نقرأه، بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. إن كنا نؤمن بهذا الكتاب القرآن الكريم ونؤمن بالنبي العظيم، لماذا يظلم بعضنا بعضا؟ لماذا يأكل بعضنا حق بعض؟ لماذا يؤذي الجار جاره؟ لماذا يؤذي الزوج زوجه ويهين زوجته ويضربها ويهينها ويهين أهلها؟ لماذا يكون الإنسان سيء الأخلاق مع جيرانه، مع أصحابه، مع زملائه، مع والده، مع أخواته؟ لماذا يقطع الأخ أخاه؟ إن كنا ليس لنا بد إلا أن نوجه أمرنا إلى الله، وأن نوجه أجسادنا إلى الله، وأن نوجه أرواحنا إلى الله. ومن الممكن أن نضع رؤوسنا على وسادتنا فلا نستيقظ بعد ذلك، فهذه تسمى بالوفاة الصغرى، فهي مقدمة للوفاة الكبرى. كأن الله تبارك وتعالى هنا يذكرنا بأنه عليك يا ابن آدم، بأنك عليك أن تتذكر هذه اللحظة. من الممكن أن تنام فلا تقوم من هذا النوم بعد ذلك، فعليك أن تجهز نفسك وأن تراجع نفسك وتسأل: هل ظلمت أحدا؟ هل أكلت حق أحد؟ هل آذيت أحدا؟ تحاول أن تصفي حسابك. والكل يعلم الحديث المشهور حينما قال صلى الله عليه وسلم: يخرج أو يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فالكل فكر وقال: لابد أن هذا الرجل يصلي كثيرا، يصوم كثيرا، يزكي كثيرا، يحج كثيرا. فتبعه سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأخذ يركب هذا المنظر في كل يوم لمدة 3 أيام. الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى يبشر ويقول بأن هذا الرجل من أهل الجنة. فسيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يفعل حيلة ويذهب وراء هذا الرجل ويقول إنه حدث خلاف بينه وبين أبيه، يريد أن يعرف ماذا يفعل هذا الرجل. فأخذ يركبه ودخل يركبه في بيته ويتطلع إليه، لم ينظر إلى أنه يقوم قبل الفجر فيصلي ويصلي الصلوات ولا يزيد على ذلك، لكي نعلم بأن الدين لا ينحصر في صلاة أو في صيام أو في زكاة أو في حج فقط، لكن الدين هو المعاملة، لكن الدين هو الأخلاق. فنبينا نبي الأخلاق صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فنظر سيدنا عبد الله بن عمرو إلى هذا الرجل وكأن سيدنا عبد الله بن عمرو استقل
هذا العمل ماذا يفعل؟ لم يفعل غير كلنا نفعل ذلك. فلما أراد أن ينصرف سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال له الرجل: إني لا أزيد على ما رأيت غير أني إذا نمت لا يحمل صدري قلبا ولا غلا ولا حقدا لأحد، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. حينما تريد أن تهيئ نفسك للنوم صف قلبك، لا تفكر في أذية أحد. إن كان عليك حق فعليك بأن ترد الحق لأصحابه. نحن صائمون، اللهم لك صمت وعلى رزقك فطرت وبك آمنت وعليك توكلت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فعليك أن تذكر وأن تفكر نفسك بهذه المواقف كلها لكي تصفي نفسك، لأنها قد تكون هي اللحظة الأخيرة. فنشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبتنا يا رب بقولها، وانفعنا يا رب بفضلها، واجعلنا يا رب من خيار أهلها. آمين 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 رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.